السلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. منورين مشرفين في قناه البسيطه جدا، بحبكم في الله. النهارده هنعمل مع بعض كاسات الكراميل بكريم شانتيه، يعني كاسات حلوه كده على البارد. انا قاعده بالليل، الجو ساقع طبعا، عايزين ناكل حاجه اكيد، بس عايزين ناكل حاجه يعني ايه بسرعه، وفي نفس الوقت حاجه حلوه. وكسقعة الشتا بقى والاطفال وكده. انا معايا كريم كراميل، معايا اتنين. معايا هنا الماجيك كراميل وشوكولاته وبسكوت بالشوكولاته وبسكوت ساده ميري، وده بسكوت بالشوكولاته. ومعايا هنا طبعا لبن. هروح احط اللبن على النار ونكمل الخطوات بتاعتنا مع بعض. سهله وبسيطه جدا، بس حاجه كده سريعه وصار ليوم الخميس وما معكيش كمان فلوس. اهم حاجه معناش فلوس، حطيت حاجه 100 خط. خليكم معايا ثواني اهو معاكم. طبعا احنا مش محتاجين وقت، نولع على النار ادي اللبن. طبعا هي مش محتاجه افتكاسات كتير، يعني انا عارفه ان انتوا اكيد شطار واكيد عارفين يعني الحاجه دي بتتعمل ازاي، انتوا اشطر مني اكيد يعني. بس يعني حاجات بنعملها مع بعض وراكي. برضه انا جبت شويه حاجات كده يعني صغيره هنعملها اليوم الخميس، ونقضي سهره وما معناش فلوس وعايزين نلم الليله والليله تعدي. لان طبعا يوم الخميس ده، سهره الخميس دي من السهرات اللي بتستنيها طول الاسبوع، عشان انت راحه بالك كمان. خدي بالك من حاجه زي كده، ان الولاد طبعا لو عندك ابن بيروح المدرسه بيروح الحضانه مش موجود. بس انا بحيي الامهات، برفع لكم القبعه. بس الامهات اللي وراها امتحانات وعيالهم وراهم امتحانات، ولو الام بتذاكر طبعا ده شيء اصعب. بالتوفيق، وان شاء الله نبقى ناجحين، وان شاء الله نبقى متفوقين، ومفيش تعب حد يضيع ابدا يا رب. انا عليت النار، طبعا اللبن غلي. انا حاطين كاسات الكاستر، ونقوم ضايفين ده كده معاها. وطبعا هنقلب. انا حطيت السكر. طبعا انت ما تعمليش زي ما انا ما عملت كده، بس انا بصراحه مش لاقيه الماسك التاني، عايزه اتغسل. وانا طبعا ماسكه الكاميرا، تليفون بايدي، وماسكه التانية بايدي لان الانكشار بتاعي انكسر. رحت جبت ستاند كده ملوش 30 لازمه ب50 جنيه، معملش معايا حاجه يعني. حطيته ولكني عايز بس الحاجه تبقى طبعا احنا مش هنكحل عشان دي تيفال. نفضل نقلب كده غلوه بسيطه وكده، يبقى احنا كده خلاص يعتبر خلصنا. مش محتاجه فانيلا بقى ومش محتاجه اي حاجه، انا عملت حاجه سريعه كده. وقوم عامله دي كده وكده. ثانك يو. نقوم طافيين النار. طبعا هي هتهدى لوحدها، متاخديش في بالك. شفتي من السرعه كده بس. ثانك يو كده، انا خلصت اول مهم. ورجعت لكم تاني يا حبايبي. دلوقتي انا جبت الكاسات بتاعتي القمر دي. هجيب بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، هنسمي الله. معايا دلوقتي البسكوت. معلش هي حركة غبية مني، بس يعني يلا انا بحاول بس اتأقلم مع النظام الجديد. البسكوت بقى عايزة تحطي كده، بس هقرب مثلا كده. تمام. حابة تخلصي طبعا انت هتلاقيني حاطة ايدي كده كل شوية، لان للأسف هي يعني ما بتتعدلش كده او ما بتظبطش، مش عارفة يسموها ايه. بس انا هحط البسكوت وبعد كده ارجع لكم تاني. بصوا حبايبي، انا عملت هنا حاجة حلوة اوي. انا حطيت 2 سادة و2 بسكوت بالشوكولاتة. طبعا انا هعمل كده، ارفع الكاميرا بايدي والله العظيم، بس يعني زي ما تيجي بقى هي معانا كده. اكيد انتوا شايفين الشكل. طبعا بقى احنا هنحط، اللي ما شافش الكاستر ده بيتعمل، الكاستر دي بصي عامل ازاي حلو. يعني حلو ايه، ما تاخدوش على الكلام، ما تاخدوش على الكلام يا جماعه. انا لسه منيماهم، وطبعا عشان انيمهم قعدنا نصوصو كده شويه. مغرفه بقى ولا اي حاجه عندك، حابه زي ما انت ما بتعملي اعملي اتعاملي. على فكره هو يتقل جدا، ده انا حاطه 2 على حاجه خفيفه قوي. بصوا بقى، هنا عشان هي سخنه البسكوت معايا طلع لفوق لو تاخدي بالك. المفروض انك بتصبري لحد ما بتبرد، بس انا عشان انا مستعجله ليه يا ياسمين؟ مش عايزه اخلص، نخلص. عايزه اقعد، عايزه احط منكير واقعد كده احس ان انا فايقه. صدقني انا بحط منكير قدام احمد ابني بيبقى عايز يحط منكير زي مش عارفه ايه السبب، بس يعني يلا مش مشكله. انا عايزه اخلص، انا مش هفضل كده. انا تقريبا هنجيب الماسك. بصي انا اكتر واحده بتحب السرعه، اكتر واحده في الدنيا بتحب تخلص. بحب اخلص يا جماعه، منديش وقت. على رأي اسمه ايه ده، محمد رمضان، يا جماعه حد يجيب الولاعه. انا كده بغلط، ما علينا. بصوا الحركه دي. بصوا الحركه دي. مفيش ست مصريه ما بتعملش الحركه دي. حركه اللي هو انا
انتوا فين؟ على فكره انا كترتها مع اني كنت قايله ان انا مش هكتر، عشان عايزه اعمل كريم شانتيه، عايزه احط كريم شانتيه. هي حاجه كده، بس هي حاجه حلوه والله، حاجه حلوه في اللذاذه. هي تقريبا كده مش هيبقى فيها كريم شانتيه، ولا انا مستهيألي، مش عارفه. يلا ما علينا. بصي والله ما حد واخد منها حاجه، وربنا ما حد واخد منها حاجه. كمان او دم 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 دم. بص بقى، ممكن احنا ننتهي على الحركه دي، ممكن نكملها بقى وتبقى شقاوه بشقاوه ونحط كريم شانتيه. خليكم معايا بقى نشوف هنعمل كريم شانتيه ازاي. بصوا بقى يا حبيبي، انا بعمل حاجه كده يعني ظريفه في اللذاذه لطيفه، ما علينا يعني. للكريم شانتيه، انا الكريم شانتيه بحط الكريم شانتيه ومعايا هنا الميه، ومعايا هنا الفانيلا، معايا هنا بقى في الكاس المحترم بتاعي ده اللي هو بتاع يعني الجهاز بتاعي اللي انا هشغله حالا، ده السكر ده مش مطحون، السكر ده انا هعمله حالا، بس انا هعمل حاجه ظريفه قوي، انا هضربه مع الميه الاول وبعد كده هضيف الكريم شانتيه. وانا بحط حاجه كمان للكريم شانتيه، مع انها ممكن تكون ما بتتحطش مش عارفه يعني، بس انا بحب احطها، بتدي ريحه حلوه. الفانيلا بتديني ريحه حلوه، مع ان الكريم شانتيه كده كده ريحته حلوه، بس بتحسي ان بره لذيذ شويه يعني، فاهماني؟ هنشوف حاجه مع بعض. بالمناسبه انا بقرب الكاميرا قوي، لان انا ما يمكن انا مش بظهر على القناه وكده، فعندي دايما بتبقى قريبة. انا حاولت ابعدها، حسيت انها الطف شوية، بس برضو ما علينا، عشان برضو ما يعني الشكل ما يبانش وانا بستخدم، لان انا بستخدم بالجنب. تمام، نبدأ مع بعض نضرب ونشوف هنعمل ايه، خليكم معايا ثواني ان شاء الله. يلا نسميلها كده، هنحط مع بعض المية. المية دي بتلج. بحيث ان مش عارف، تفضلي تضربي طبعا، وهنحط له حالا الفانيلا، هنفضل نضرب كده شويه عشان بس الصوت ما توشكوش، هعملها وبعد كده ارجع لكم. حط حالا الفانيلا. تفضلي تضربي لحد ما يبقى كريم شانتيه طبعا اهي. ودلوقتي السائل انا هوريكم بعد ما افضل اضرب الميه. تحس ان هو تقل شويه، خلي بالك في الكاميرا. هفضل اضرب بقى وارجع لكم. بصوا بقى يا حبيبي، بعد ما انا ضربت كتير كده بقى، يبقى هو ايه، قرب كده، احنا قربت بس لسه فاضل شويه. هفضل اضرب برضو وارجع لكم. كده احنا خلاص خلصنا اهو. اهو انا بقى بعمل حاجه حلوه، او باجي عند الاخر كده واطلع كده 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 كده، واكون خلاص يطلع لي بقى السيخ عامل ازاي، مفيش في اي حاجه كده. انا خلاص ايه، الحمد لله انجزت المهمه كده، خلصت الكريم، عمايل الكريم شانتيه اهو. انا كده بقى خلصت الجهاز، عشان احافظ على جهازي بقوم شايله ده عشان يتخلق، ده بقى ما يتغسلش، ده همسحه كده بمنديل او بفوطه، واقوم حاطاه كده ركناه. ده بقى كده خلاص خلصت مهمته، او احطه في قلب الحوض. وبعد كده اجي بقى للمهمه التانية، المهمه التانية اللي هي ايه يا حبايبي، خليكم معايا اسمعي. هنيجي بقى عند الكاسات كده، وادي الكريم شانتيه خلص معايا كده خلاص. هحط بقى الكريم شانتيه، طبعا انا قلت لكم الغلطه عندي ان البسكوت طلع فوق، مع انه مفيش فيه مشكله يعني، حط صوص شوكولاته وصوص كراميل اللي تحبيه. هحطه انا بقى كده، اجيب الاسباتشله بتاعتي القمر دي، وابدا بقى احط. طبعا انا قايله لكم ان انا عشان اجيب لو هضطر غصب عني ان انا هحط، خليكم معايا ثواني، هحط بعد كده ارجع لكم. انا كده حطيت الكريم شانتيه تمام اوي كده، الكاس بتاعي القمر اهو.
عذرا. احط بقى صوص الشوكولاته الشكل اللي يريحك، انا اصلا بحط عشوائي بصراحه. اظن طبعا لو في اي حاجه، بس انا بصراحه والله العظيم ماسكه بايد وبحط بالايد التانية. احط بس الشوكولاته. طبعا انا مرضتش احط اللي هو ده بقى، هحتاج ان انا اتك عليه قوي. خليكم بس معايا ثواني وانا احطه وارجع لكم. معايا بقى الكيس القمر ده، هوريكم التقديمه طبعا انا عملت فيها ايه بره. بس معايا الكيس القمر ده. الكيس القمر ده فيه ايه يا ياسمين؟ كيس القمر ده فيه المقرمشات دي، بحبها برضو. رحت جبت لب، وجبت السوداني، وجبت السوداني اللي هو الخشب ده، وجبت بتجيبي على حسب اللي بتحبيه. انا مثلا بحب اللب ده، وابني بيحب اللي هو اللب الابيض، وزوجي بيحب اللب السوري، فبجيب اللي انت عايزاه. طبعا جبت السوداني، ما بننساش الفول السوداني. عندي بتاع اللي هي المنظمه اللي بحط فيها التسالي والحاجات دي. بحط السوداني، وطبعا بنقفل عليه عشان ما يبوظ. وعندنا هنا ثواني، عشان طبعا انا قلت لكم ان انا ماسكه بايد وبعمل بايدي التانية، فبصراحه الدنيا كلها بايظه بايظه بامان. حطي على قدك انت طبعا، وعلى قد اللي بياكله، علشان طبعا احنا عارفين الحاجات دي بتطرف. بس انا هحط الزيني تاني عشان الزيني ايه ده بحبه اكتر. يعني انا ممكن حالا بعد كده واكله. عندي اللي ولا خشب، مش عايزه اقول عليه خشب، انا بسميه خشب بس مش عارفه احس. دول معلش، انا ايه بحاول ان ما ابينلكوش ايه عشان انتوا ما تتضايقوش. العشاء بقى هيبقى كرشه بامان بعد المجهود الجبار اللي انا عملته ده. ما علينا، اروح احط الحاجات دي بره. انا فاجئتكوا صح عشان هي ضلمه، شموع بقى وحركات اللي هي الحلوه دي، ونقعد بقى كده في الضلمه انا والولاد ونشغل الفيلم بتاعنا. ما عندكيش، انا حطيت على فكره بصراحه، بس انا ما حبيتش يعني انا اكتر. حطيت شيبسي وهما خدوا حبه، كل واحد فيهم خد حبه. هي دي القعده طبعا، حاجه كريسماس اللي لسه بشنهاش. طبعا انا ما حبيتش كل حاجه تبقى موف، كل حاجه كده منسقه. جه ابني قال لي لا ما تحطليش، دي الترابيزه بتاعتنا القمر، هتبقى القعده دي كده شموع، كاسات، لب سوداني، فشار، ممكن فنكوش، ابدعي اللي انت بتحبيه. تلفزيون مطفي قايد، انا قاعده على التليفون، ولادي بيلعبوا، ولادي قاعده على التليفون، انا بلعب، انا بعمل اي حاجه. انا بقى اسيب القعده الحلوه دي واقول لهم يا جماعه محدش يجي جنب الحاجه عشان ما اجيبش الولاعه بامانه. اخش بقى انا اغسل المواعين وانضف المطبخ واظبط الدنيا. ودي افتكاسه ظريفه خفيفه على فكره. الكاستر الكراميل ممكن يبقى كاسترد، ممكن مكان الكاسترد ممكن يبقى كريم شانتيه، بس ممكن مكان الكريم شانتيه بس، ولا ده ولا ده كنافه. مكان البسكوت كيكه، ممكن كنافه على كريم شانتيه. انا بعملها المره الجايه نعملها مع بعض سوا. بصوا انا من النوعيه اللي بيبقى معايا فلوس بروح اجيب الفلوس، باخد الفلوس احط، اجيب اي حاجه انا عايزاها وانا نازله بره البلد. يعني مثلا انا نازله بره البلد ممكن اجيب اي حاجه انا عندي في التلاجة، باقي معايا فلوس اقوم رايحه جايبه كريم شانتيه او كريم شانتيه احط في التلاجة، كنافه احطها في الفريزر، بسبوسه،
سايبه واحطها. باجي بقى مش معايا فلوس اطلع اي حاجه. يعني انا الكريم كراميل ده كنت انا نازله اجيب شويه طلبات من السوبر ماركت بيم، كنت انا هناك وجبت الكنافه دي عندها عندي هنا عشان تبقوا عارفين. يعني ما كانش كده، يعني اللي انا فعلا رحت جبته هو اللب والسودان والحاجات دي، لان بحب ابقى عندي من الليل، لانه مش ورايا حد انا الصبح ومش ورايا دروس ومش ورايا اي حاجه، فبنزل بدل ما انزل انا بقعد بقى في شقتي كده معايا الشيبس. بجيب الشيبس على فكره، بجيب البسكوتات الشوكولاتات النسكافيه كوفي ميكس كابتشينو اي حاجه احطها في عندي في الخزين، مكان الخزين ضربة الخزين او في الدولاب او في اي حته. اول ما الاقي نفسي اتزنقت وهم عايزين حاجه اقوم اطلعها لهم. كيس البلالين ده عندي دايما بركنه هنا في قلب البيت واطلعه بدل ما بنزل او اروح او اجي. بس هي دي السهره وهو ده اللطيف وهي دي الحياه وهو ده اللي انا عملته. ما عملتش اي حاجه جديده، ما عملتش اي حاجه غريبه. ممكن نشيل دي نحطها هنا كده، نحط لكم هنا كده عشان تبان ما علينا. بس يا ريت اكون انا عملت حاجه حلوه عجبتكم. متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اسيبكم انا والشيبسي موقع. اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. مع السلامه، بحبكم في الله.